تفرجتي في كاع الفيديوهات، كونسوميتي كاع لي كورس اللي كيهضروا على كيفاش تقدر تدخل فلوس اونلاين، شفتي كاع لي دومين، شفتي كاع لي ميثود، لكن السؤال اللي خاصك تطرح على راسك هو علاش ما بديتش. هذه المشكله بالضبط هو اللي كنطيح فيها واحد من الستودنت اللي قدرت نعاونو اللي سميتو كريم، قال لي بانه تفرج يقدر يكون في المئات ديال الفيديوهات اللي كيهضروا على كيفاش تقدر تدخل فلوس اونلاين، لدرجه انه عارف كاع لي دومين اللي عندهم علاقه بالميكين ماني اونلاين، فاهم كيفاش يقدر يدخل فلوس، عارف مثلا كيفاش يقدر يجيب كليان، لكن في الاخر ما جاب حتى شي درهم. وهنا فين جاتني الفكره بانني عارف بان بزاف ديال الناس حتى هما كيعانيو من هذا المشكل. داكشي علاش قررت ندير هذا الفيديو اللي غادي نقدر فيه نعاون اي واحد ونبارطاجي معاه الحقيقه على كيفاش تقدر تدخل اول 10000 درهم ديالك. الا كنتي اول مره كتشوفني بغيت نقول لك معاك عبد الصمد ديجيتال كونتنت كرييتور، كنكريي كونتنت في انستغرام، بالاضافه لانني عندي اجونس. المهم جربت بزاف ديال لي دومين اونلاين، وحتى انا بديت من الاول بلا ما يكون عندي واحد الكابيتال وبلا ما تكون عندي واحد الاكسبيرينس، لكن دابا الحمد لله قدرت نبني البيزنس ديالي اونلاين ونعيش الحياه اللي كنبغي. ودابا نرجعوا للقصه ديال كريم ونفهموا المشكله بالضبط علاش بقى واحد. دابا المشكل اللي كان عنده هو راه ماشي خصو معلومات ولا مازال خصو واحد النوليدج، مي طاح في الادمان ديال انه خصو ضروري يبقى يسمع للمعلومات، وانك تعلم لواحد المعلومات وانك تدخل الفلوس. هذه واحد الحاجه اللي مختلفه باش تقدر تكونسومي المئات ديال الفيديوهات في يوتيوب ولا في ديكورس، تقدر تمشي تقرا بزاف ديال الكتوبه، لكن في الاخر غتلقى راسك راك ما دخلتي حتى شي درهم، فقط انت جالس مدمن على القرايه من كتاب لكتاب وجالس كتفرج من فيديو لفيديو، وفي الاخر ما جبتي حتى شي ريزولت. وللاسف هذا الادمان ديال التعلم كيخليك تطيح في واحد الكونفورت زون وما كيخليكش تاخذ لاكسيون باش تبدا كتشوف ريزولت. وهنا كتبقى تقول لدماغك لا راه مازال خصني نبدا نكونسومي معلومات، وانت فقط راك خايف من انك تلونسا وخايف من انك تفشل، ولا خايف من الاراء ديال الناس الاخرين ولا شنو غيقولوا عليك الا فشلتي. باش نكون معك واضح، الا بغيتي دير فلوس اونلاين فراه ضروري خاصك تريسكي. وكيفاش تقدر انك تريسكي؟ هي انك تلاح واخا ما تكونش ديجا كتشوف راسك بانك راه ما عندكش المعلومات الكافيه، فقط خذ واحد لاباز وخصك توكل على الله وتبدا تاخذ في لاكسي. وباش نكون معك واضح، باش انك دير فلوس سواء في الاونلاين ولا الاوفلاين، فضروري خصك تكري واحد الفاليو، واحد القيمه، فعن طريق ديك الفاليو اللي كنقدمو كنقدروا ناخذوا واحد فلوس، سواء كانت برودوي ولا كان واحد السيرفيس اللي كنبيع. ولكن انت دابا واحد المبتدئ باغي تدخل اول 10000 درهم ديالك ولا 10 ديال المليون، فخاصك تعرف بان اي مبتدئ باش كان يلاه بادي ضروري كيدوز من هاد 3 ديال لي فاز اولا 3 ديال المراحل. اول مرحله هي المرحله ديال التعلم، لكن باش نكون معك واضح هي واحد المرحله مهمه، ما خصهاش تاخذ لك واحد بزاف ديال الوقت، تقدر تاخذ لك 2 سيمانات، شهر كاع، ولكن تبدا كتابليكي او ميم طون انت راه كتعلم، ماشي تبقى غير جالس كتعلم وانت راه ما كتابليكيش. وهنا ما تكونش مستعد بتاتا بانك غتدخل حتى شي درهم. والمرحله الثانيه اولا الفاز الثانيه هي ملي غادي تاخذ الريسك وغادي تلونسي، لكن غادي تفشل. خصك ضروري تعرف هذه الحقيقه هذه. علاش؟ لحقاش ملي كنطلونساو حنا باقيين ديبيطون ضروري كنديروا واحد الاغلاط، لكن الحاجه زعما اللي خاصك تستافد هي ان دوك الاغلاط تعلم منه وتعلم كيفاش تصلحهم. وهنا فين كدوز المرحله الثالثه، فين كنقدروا نقولوا تما كيكون عندك واحد السوشيال بروف وكتكون كونفيرميتي بان داكشي اللي كدير راه خدام وبديتي كتشوف ريزولطا شويه بشويه. وهنا فين كتجي لا فاز ديال انك دوز الفاز ديال السكيلي. مثلا كنتي كتدخل 10000 درهم، فهنا خصك تبدا كتدخل 30000 درهم. كنتي كتدخل مثلا واحد 30000 درهم، فهنا فين كتجي المرحله ديال انك خصك تسكيلي باش تدخل 10 ديال المليون. كنتي كتدخل 10 ديال المليون، هنا فين خصك تسكيلي باش تدخل 100 مليون. والمشكله ديال المبتدئين هما كيبغيو ينقزوا المراحل، وكيبغي من الاول يتلونسا يوصل ل 10 100 مليون، وماشي هكا هي الطريق الصحيحه. فضروري خص يكون هذا التتابع ديال المراحل وشويه بشويه حتى تبدا كتجيب ريزولت. وهنا فين كيبان الفرق ما بين 1% ديال الناس اللي كينجحوا و99% ديال الناس اللي كيفشلوا، اللي كتكون عندهم هذه العقليه. فهنا فين غادي تعرف بالضبط بانها راه فقط لعبه ديال المايند سيت واللعبه ديال العقليه. علاش؟ لحقاش في الاخر كتلقى كلشي كيعرف يدير الديزاين، كلشي كيعرف يطلق الادز، كلشي كيعرف مثلا يبيع برودويات، لكن علاش فقط 1% ديال الناس اللي كينجحوا و99% ديال الناس كيفشلوا؟ بكل بساطه لحقاش ما فاهمينش هذه القواعد. وهذه القواعد الا فهمتيهم ثق بيا غتقدر تغير حياتك 180 درجه، وما عمر غيعاود يكون عندك شي مشكل عنده علاقه بالفلوس. ومن الاغلاط عاوتاني اللي كيديروا المبتدئين هو كتلقى واحد الانسان يلاه بادي وكيبدا يقارن راسو، هو راه وصل في الليفل مثلا 70 ولا 75 ولا 100، هو راه مازال في الليفل زيرو. فهنا شنو خاصك دير؟ تمشي تعاند مع الناس اللي في الليفل ديالك وتشوف الناس اللي فايتين غير بنيفو واحد، مثلا غير في الليفل 1 كيفاش داروا ولا كيفاش قدروا يحققوا ديك الريزولطا، باش هكا تاخذ معلومات من عندهم وانت تطبقهم وتبدا كتشوف نتائج. هي ماشي ما خاصك تسمع من عند الناس اللي فايتينك في النيفو بزاف، غير هو تعرف بالضبط كيفاش تكونسومي. لحقاش قليل ديال الناس مثلا اللي كيبسطوا المعلومات كيف ما كندير انا في هذا الفيديو بطبيعه الحال، حيت عارف بان راه هذا الفيديو غيطلع للناس اللي مبتدئين اللي ما عندهمش واحد الاكسبيريونس، ما فاهمينش بزاف الديجيتال. داكشي علاش كنحاول نبسط المعلومات ما امكن. فهنا غالبا اللي كنتي تفرج فيا واحد الانسان اللي ديجا ادفانسد ولا ديجا مثلا عنده واحد الاكسبيريونس، غيعرف بان مثلا هذا الفيديو راه ما فيهش شي معلومات اللي كبار بالنسبه للحاله اللي فيها، ولكن انت الا كنتي مبتدئ كون على يقين بان هذه المعلومات غادي يفيدك. ودابا غادي نبارطاجي معك واحد لاستيس باش تكون من 1% ديال الناس باش تبدا كتشوف ريزولتا. والميثود هي انك غادي تحدد فقط 2 ديال السوايع في النهار لمده 3
30 يوم ماكسيموم ديال التعلم. من بعد غادي دوز لاكسيون. يعني شنو غنقصد لك بان في داك الشهر الاول مثلا ماكسيموم تقدر تاخذ غير 2 ديال السيمانات ساعتين في النهار ديال التعلم. من مور ما تفوتش ديك السيمانه ولا من مور ما تفوت 2 سيمانات ولا حتى شهر على الحد الاقصى، فهنا شنو غادي دير؟ غادي تزيد واحد الساعتين واحده اخرى ديال البراتيك. هنا شنو غادي دير؟ داكشي اللي تعلمتي غادي تبدا كتطبق، واخا ما تجيبش ريزولطا، غير المهم حتى الا فشلتي ولا حتى داكشي راه ما كانش غادي مزيان، غتكون عندك واحد الداتا واحد البيانات ولا واحد الاخطاء اللي غادي تباز عليهم باش تصلح مثلا الكومبينز ولا البروجي ديالك ولا لي زوفر اللي غادي دير، باش هكا تكون عندك واحد الداتا كيف ما قلت لك اللي كتقراها وعارف بالضبط فين كاين المشكل باش هكا تقدر تصلحه، وان شاء الله تبدا كتجيب في نتائج. باش نكون معاك واضح، الا كنتي في الليفل زيرو، الا جبتي غير 500 درهم ولا 1000 درهم، كون على يقين بانك غادي تعرف كيفاش تجيب 10000 درهم وغتعرف كيفاش تجيب 10 ديال البلي. فقط كتبقى كيستيون ديال الفوليوم. نقدر نبسطها معاك بالحسابات. مثلا الا كنتي باغي دير واحد 10000 درهم، فهنا فقط خصك واحد 10 ديال الكليان اللي يخلصوك مثلا واحد 1000 درهم، ولا كليان واحد يخلصك مثلا مليون، ولا 2 ديال الكليان يخلصوك 5000 درهم، ولا 4 ديال الكليان يخلصوك 2500 درهم. فمثلا نقولوا حنا كاع بعتي رخيص وعرفتي كيفاش تبيع مثلا واحد السيرفيس ب 500 درهم، فانا شنو خاصك دير؟ خاصك تجيب 20 واحد اللي تبيع عليه داك البرودوي ولا داك السيرفيس اللي يخلي لك 500 درهم، وها انت درتي 10000 درهم. وديما الا كنتي باغي تلونسا في الدومين ديال الاونلاين ولا باغي تدخل فلوس اونلاين، خاصك تمحي من بالك الفكره بان الميثود ولا الطريقه راه فيها هي اللي فيها المشكله، راه المشكله فيك انت بالضبط وفي المايند سيت ديالك. الا فهمتي هذه القواعد وبدلتيهم، كون على يقين بانك غادي تبدا تشوف واحد الريزولتا وغادي تشوف واحد التاثير اللي كبير بزاف على حياتك. وهذا هو الفرق ما بين الناس اللي جربوا ونجحوا وما بين الناس اللي فشلوا وبقاو جالسين في بلاصتهم وما فاهمينش اصلا علاش ما قدروش ينجحوا. ولا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير سبسكرايب وتبارطاجي هذا الفيديو مع صاحبك الا شفتيه بصح راه فيه واحد الفاليو باش هكا تموتيفيو بجوج وتنوضوا تخدم. كان معك عبد الصمد ديجيتال هنا، وكنتمنى لك التوفيق ونشوفك في فيديو جديد.